السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة هنعمل العيش الفلاحي مع بعض، أو الكماج زي ما بيقولوا عليه، أو البكاكين، حاجة زي كده، هما له كذا اسم. هنا معانا كيلو دقيق، ومعانا شوية مية نحط عليها الخميرة والسكر، معلقة خميرة ومعلقة سكر، هنقلبهم مع بعض عشان نختبر الخميرة نشوفها مظبوطة ولا لأ. أنا عارفة انها كويسة، بس أنا قلت عشان أعرفكم اللي جايب نوع مش عارفه، لازم نختبرها الأول عشان ما تبوظلوش العجين. هنسيبها على جنب. معنا ربع كوباية سمنة، معنا لبن رايب، لو مش موجود في لبن رايب ممكن زبادي، او ممكن لو لبن قطع عندك. هننزل بالكيلو اللبن بالكيلو دقيق، هنحط شوية ملح، ذرة ملح، معلقتين لبن بودرة، معلقة بيكنج باودر، نقلبهم مع بعض. انا الخميرة بوريكم انها خمرت، هننزل عليها. هنجيب اللبن الرايب هنضربه بالهاند بلندر او في الخلاط عشان يبقى ناعم ما يكتلش معانا في العجينة. نضربه كويس يبقى ناعم خالص زي اللي بنشربه. هننزل عليه بالنص على العجينة ونشوف هنحتاج ولا لأ. زي هتحتاج كل كمية انا احطه، بس برضو بنعمل احط حبة حبة عشان حسب نوع الدقيق. هنا كان محتاج الباقي هتحطه كله. هنعجن تاني. طبعا اللي ما عندوش عجين يعجن على ايده عادي خالص، يعني العجان مش مشكلة، بيطلع نفس النتيجة على الايد. هنا كان محتاج شوية مية حطيت له، مرضتش ازود بقى لبن لانه في لبن بودرة وفي لبن رايب، فقلت كفاية يعني، فزودت شوية مية. نعجن فيه لحد ما يلم خالص، وبوريكم ان هو لم خالص اهو، مش محتاج تاني حاجة ولا مية ولا ولا اي حاجة. خلاص بعد ما اتعجن كويس ننزل بقى بالسمنة في الاخر خالص ونعجن كويس جدا. طالما نزلنا بالسمنة لازم نعجنها كويس جدا. بوريك اهو بقى، لازم يكون طري كده معانا ومش بيلزق، لو ناشف مش هيطلع حلو معاكي، لازم تبقى العجينة طرية. بوريكم العجينة طرية خالص هي معايا في ايدي. هنسيبها بقى تخمر ساعة او نص ساعة حسب الجو، هنحطها ونغطيها بالاسترتش ونسيبها تخمر. هنا كان العجين خمر معايا اهوت، وبوريكم عيل اهو. هنهبطه بقى، نكون محضرين صاج ونرش فيه دقيق ونقرصه ونسيبه يرتاح قبل ما نبطط فيه، عشان يبقى اما تيجي تبططي فيه معاكي يبقى مرتاح معاكي وتعرفي تبططيه. نقرصه كده نحطه في الصاج ويسيبه يرتاح. اعمل كذا واحده معاكي اوريها لكم واكمل الكميه مع نفسي. نقرصه كده، مش محتاج حتى دي ان انا احط ايدي في دي عشان اقرصه. انا قرصت كل الكميه اهي، شوف الكيلو دي طلع لنا كميه قد ايه. هنجيب قماشه مبلوله بقى ونغطيه بيه عشان وشه ما ينشفش عما يرتاح، ما نلاقيش العجينه من فوق عما يتقشر. هنا هنجيب صاج فاضي برضو ونحط فيه قماشه ونرشها دقيق عشان اللي نبططه نحط عليه يرتاح، لان لو حطيتيه على الصاج مباشر بيلزق منك. هنا أهو بحط شويه دقيق وافرده، اعمله مدور عشان لو ينفع في السندوتشات. انا عندي المكنه بتاعه العيش ممكن اعمله طويل، بس بحب اعمله مدور عشان لو الولاد عايزين يعملوا سندوتشات او حاجه. فيها طعم حلو جدا، والطريقه مجربه ومضمونه، مش هتندموا يعني لو عملتوه. في كذا واحده انا معاكم اهو بوريكم. هنا خلاص خلصت اول طبقه. نتني بقى القماشه او نحط قماشه تانية ونعمل نفس الحكايه نكررها، نرش رشه دقيق ونفرد برضو عليه. الطريقه دي بتخليه يبقى مرتاح وما يلزقش منك، وتيجي تشيلي بكل سهوله. القماش طبعا ده مغسول ونضيف للعجين بس.
اهو بوريكم كنت خلصت كل الطبقات اهي. هنا طريقة التسوية بقى لي طريقتين، طريقة على الطاسة او طريقة في الفرن. انا بوريكم اول طريقة على الطاسة اهي، وهيقب وكل حاجة. بنسخن الطاسة الاول وبعدين ننزل عليها بالعيش. التسوية في الفرن او في الطاسة نفس النتيجة بتطلع واحدة، بس طبعا الطاسة بتاخد وقت. لو متوفر عندك فرن بوتاجاز الشواية بتشتغل مع الفرن، شغليهم واعملي في فرن بوتاجاز. بس انا عندي فرن بوتاجاز الشواية لوحدها والبوتاجاز لوحده. ف... فعندي فرن غاز هعمل عليه بقى العيش. عملت واحد قدام جوه بينفخ اهو كل حاجة وبتتنفخ وبيطلع قابب وكل حاجة. انا بوريكم الطريقة التانية في الفرن، ده الفرن الغاز. معلين الجناب طبعا ومن تحت وسط عشان يقب معانا بسرعة. شايفين اهو بينتفخ اهو في الفرن اهو. انا قلت اوريكم الطريقتين عشان اللي ما عندوش ده يعمل في الطاسة وبيطلع نفس النتيجة. في الاخر هوريهولكوا وهفتحهولكوا واوريكم ان ده زي ده اهو. شايفين طلع وشه محمر، كله اتنفخ معانا اهو في الفرن. هنا خلاص كل الكمية خلاص. ده بوريها لكم، بفتح لكم العيش من جوه عامل ازاي، طعمه حلو قوي. جربوه ان شاء الله وهتدعولي. ما تنساش باللايك وبالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليقاتكم عشان نعرف ان الفيديو عجبكم وان وصفاتي بتعجبكم. وشكرا.